وشانوا كل عام مال ابو عزيز موجودين، قلت لهم اسمعوا حتى اذا صدر تجاوز من السيد انا اعذر السيد. الساده خط احمر عندي ما ارضى عليهم مهما يكون نوع السيد. السيد ما نرضى، اي تجاوز ما نرضى على الساده مهما يكون نوع التجاوز. فهاي مثل ما تفضل السيد هي ساعه شيطانيه وحصلت في الرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، من نزلت الآية القرآنية المباركة قال الله وإنك لعلى خلق عظيم. فالسادة هم أولاد رسول الله، وهم يتحلون بهاي المواصفات وبهاي الصفات وبهاي الأخلاق. فأني أشوف بعض الأحيان تجي قضايا يمك هواي قضايا تصير بالمضي وتوصل لليمين، فالقضية ما نوجهها لليمين، قل له روح بوي يحلف بسيد فلان. فالسادة هذا وقفهم وهاي منزلتهم. فنسأل الله أن يحفظكم ويبعد عنكم الشيطان. فهاي القضية أنا راح أعقب عليها بشكل مختصر. أنا يجون السادة ويجون أمامنا أبو عزيز من المضيف، وكان سيد صابر موجود وسيد عمار، وصار حديث وصار اتفاق على هاي القضية. فالاتفاق اللي حصل كل الأمور مرفوعة وكلها مطوية حجر الأبصار، لكن قلت لهم مع ذلك احنا نسوي تكريم للسادة. السادة قالوا ابن حسن ابو عزيز اخواننا واحنا اهل وديره وحده، والعرب يقولون ديره مو عشيره، واخوك مو البعيد، اخوك اللي حاطب صفك، اللي ساكن وياك، اللي قاعد وياك بنفس الارض. فصار اتفاق ويا الساده يمشي شيخ تمام. ليس في صدر شيء. استاذ الكلام جواب الامير، كلام اللي كله معرفه قيم واصاله.